السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة شروحات الهاكر الأخلاقي. هذا الدرس عبارة عن الإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحت من قبل الأخوة. السؤال الأول: استهداف الأجهزة عن طريق الآي بي. هذا السؤال سنجيب عنه. وما الفرق بين الهاكر الأخلاقي والهاكر الغير الأخلاقي؟ هذا السؤال أيضا سنجيب عنه. وما الفرق بين نظام الباروت وكالي والباكتراك؟ هذا أيضا سؤال سنجيب عنه. هل الميتاسبلايت برنامج أساسي في كالينكس؟ لا. هذا أيضا سؤال سنجيب عليه. ليش لما تثبت كالينكس بتيجي أداة معه؟ سنجيب عليه. حسنا، السؤال الأول: استهداف الأجهزة عن طريق الآي. هذا الاستهداف يعود للمحترفين فقط، فهذا الاستهداف ليس سهل. ما الفرق بين الهاكر الأخلاقي والهاكر غير الأخلاقي؟ المعروف عن الهاكر الأخلاقي هو الذي يخترق الأنظمة وما يخرب فيها، والهاكر غير الأخلاقي العكس. ما الفرق بين نظام الباروت والكالينكس والباكتراك؟ بصراحة لا فرق بينهم، فقط في الشكل. والباكتراك والكالينكس. هل ميتاسبلايت برنامج أساسي في كالينكس؟ لا. ليش لما تثبت الكالينكس بتيجي الأداة معه؟ لأنه من صنع الكالينكس هم مجموعة من هاكرز اسمهم اوفيس سيكيورتي. هم من صنعوا الكالينكس وبعدها أضافوا مشاريع الاختراق منها الميتاسبلايت. الميتاسبلايت، قال لي ما هي الميتاسبلايت؟ هو مشروع كبير لاختبار اختراق، تكتب فيه أمر اختراق وينفذ ذلك الأمر. هو يستعمل في اختراق المواقع واختراق الأجهزة واختراق كل الأنظمة. وما هي الأرميتاج؟ سؤال الأخير: ما هو الأرميتاج؟ الأرميتاج هي أداة اختراق الأجهزة وفيها الثغرات. هي جزء لا يتجزأ من الميتاسبلايت، وجعلت على شكل برنامج. وما هي أهم لغات البرمجة التي تستعملها الهاكر في حول العالم؟ هي لغة البايثون، HTML، PHP. هذه هي أهم اللغات. يعني كيف تصبح هاكر محترف؟ الهاكر المحترف هو الذي هو الذي يستعمل قدراته. والهاكر هو المبرمجون، يعني هم الذين يبرمجون ويكتشفون ثغرات. والهاكر الغير محترف هم الذي يخترقون في نطاق الأداة. كيف ذلك؟ مثلا النجرات ليخترق الأنظمة الأخرى. والهاكر المحترف هو الذي يخترق أي نظام جديد، يكتشف فيه ثغرات ويخترق أي نظام جديد. هذا مفهومنا حول بعض الأسئلة. إن شاء الله يعجبكم الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة، قناة شروحات الهاكر الأخلاقي، هاكر ألجيريا. إذا أردتم رابط حسابي ستجدونه في غلاف القناة. مع السلامة من أخوكم المحترف هاكر ألجيريا. إلى اللقاء. رمضان كريم، صوم العافية. إلى اللقاء.